ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنشتغل البلوفر اللي احنا شفنا صورته في بدايه الفيديو. انا هشتغله مربع الجراني باربع الوان. طبعا انت هتقدري تحددي الالوان اللي انت عايزاها، وكمان يعني هتختاري 3 أو 4. دلوقتي اهم حاجه ان احنا نعرف ازاي هناخد المقاس بتاع البلوفر. هبدأ بقى اخد المقاس. فانا عندي طريقتين للمقاس. الطريقة الاولى ان انا هعمل الوحدة، وبعد ما اعمل الوحدة بتاعتي هبدأ اقيسها. فالوحدة بتاعتي مثلا طلعت 15 سنتي. خلاص انا عرفت الوحدة بتاعتي قد ايه. دلوقتي بدأت اقيس الظهر. ده ظهر البلوفر مثلا. هبدأ اقيس الظهر من هنا. قست الظهر، طلع الظهر معايا 45 سنتي. تمام. فهاجي على ال45 دي اقسمها على ال15، هتطلع معايا 3 وحدات. يبقى انا محتاجة للظهر 3 وحدات. طيب الطريقة التانية ان انا هقيس البلوفر بتاعي الاول. طلع مثلا عندي 40 50 رقم اللي هو مثلا 48. طبعا لو 48 انا هقرب شوية ل50 كده، يعني طلع معايا الرقم ده. انا هبدأ اشتغل وحدات. يعني مثلا انا طلع عندي 40، فانا هبدأ اشتغل الوحدة بتاعتي عايزاها 10 سنتي. ده لو انا مش عايزة ترتيب الوان معين. يعني لو انا مش عايز ترتيب الوان معين، يعني انا هشتغل مثلا اللونين اللي هما الاساسي الاصفر والابيض مثلا، وهشتغل معاه اللون البينك هو اللي هياخد البلوفر كله، او هشتغل معاه لون تاني هياخد البلوفر كله. انما انا علشان عايزة اشتغل 4 الوان، فانا عايزة الوحدة كلها على بعض. فعشان كده انا خدت المقاس هنا. الوحدة بتاعتي طلعت 15 سنتي، فانا بعديها قست الظهر طلع مثلا 45 43. طبعا هقرب لرقم علشان اعرف اظبط القسمة على 15. فانا مثلا طلع معايا 45، فقسمت على ال15 طلع معايا 3 وحدات. لو انا بقى قست مثلا 40 50 30، زي طبعا ما انتي هتقيسي المقاس بتاعك، ومش مرتبطة بالالوان زي ما انا مرتبطة بالالوان دي. فانا هعمل مثلا الدور الاول والتاني، وابدأ اعمل الدور التالت. بعد ما عملت الوردة الدور الاول والتاني، عملت بقى مربع الجراني الدور التالت، هقيس الوحدة. طلعت معايا 10 سنتي. تمام. طلعت طبعا هي مش هتبقى مظبوطة قوي يعني، فانتي هتحاولي تظبطي ايديكي وتظبطي الابره اللي انت شغاله بيها وسمك الخيط علشان تطلعيها مثلا 10 سم. فانت في ال40 دي هتحتاجي 4 مربعات، في ال50 هتحتاجي 5 مربعات، وهكذا. فانت الطريقه الاسهل ليكي هتشتغلي بيها، سواء انت هتشتغلي المربع كله وبعدين تاخدي مقاس الظهر، او تاخدي مقاس الظهر وتشتغلي عدد مربعات، او يعني عدد المربعات الجراني، علشان تقدري تقسمي الظهر على مثلا عدد المربع اللي هو مثلا 10 سنتي. فانا دلوقتي هشتغل بالطريقة دي، اللي هو انا هشتغل الوحدات وبعدين هاخد مقاس الظهر. يلا بينا نشوف هنشتغل وحدتنا مع بعض ازاي. هنحتاج لإبرة تكون مناسبة لسمك الخيط اللي احنا هنشتغل بيه. انا بشتغل بخيط متوسط السمك، وهشتغل معاه بإبرة مقاس 3.5. اول حاجة هعمل دايرة سحرية. ولو انت جديدة معانا على القناة هتلاقي فيديو الدايرة السحرية بتتعمل ازاي. هنشتغل دايرة سحرية وهرتفع 3 سلاسل، هحسبهم معايا عمود، وجوه الدايرة هشتغل 11 غرزة عمود بلف. بلف الخيط على الإبرة وأدخل معايا 3 حلقات، بخرج من حلقتين في حلقتين. بلف الخيط على الإبرة وأدخل واخرج من حلقتين في حلقتين. تاني اهو، بلف الخيط على الإبرة وأدخل جوه الدايرة، أسحب طرف الخيط معايا، أخرج من حلقتين في حلقتين. هكمل كده لحد ما اوصل ل 12 عمود. هما 11 وبما فيهم ارتفاع ال3 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. هكمل كمان 6 أعمدة بلفة. هكمل وارجع لكم. خلاص كده انا اشتغلت 11 غرزة عمود بلفة، بالاضافة لاول 3 سلاسل انا ارتفعت فيهم. بعد كده هنقص الخيط وننهي بقى الشغل. قبل ما ننهي الشغل هنعمل دايرة، هنقفل الدايرة السحرية كويس
وبعدين بقى اقص الخيط وانهي في تالت سلسلة انا ارتفعتها. 1 2 3. اجي هنا في تالت سلسلة ادخل تحت الحلقتين واسحب الخيط ومن الحلقة كمان اللي على الابرة كده. خلاص انا قفلت بغرزة منزلقة، وبعدين هرتفع سلسلة للتأمين وانهي الشغل كده. خلاص الدايرة الاولانية انا اشتغلتها. هبدأ بقى اشتغل الصف التاني او السطر التاني اللي هو ده غرزة الورد. هرتفع الأعمدة ونشتغل مع بعض. هشتغل انا باللون الجديد اللي هو اللون الابيض، انتي ممكن تدخلي اي لون انتي حباه. هاجي بقى في اي مكان للدايرة كده تحت الأعمدة اي عمود انا حباه، وهدخل واسحب الخيط الجديد وارتفع 4 سلاسل. 1 2 3 4. وفي كل غرزة من الغرز دي انا هشتغل فيها 4 عمود بلفتين. هعتبر اول 4 سلاسل عمود والف الخيط على الابرة مرتين وادخل في نفس المكان واعمل عمود بلفتين. هخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، هلف الخيط على الابرة مرتين وادخل في نفس المكان واخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. تالت عمود في نفس المكان كله في نفس الغرزة، واخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين كده. كونت معايا 3 سلاسل و3 اعمدة بلفتين. علشان انهي الغرزة دي او الدور ده هعمل ايه؟ هدخل هنا كده في رابع سلسلة انا اشتغلتها وهسحب طرف الخيط اهو كده لورا كده، واخرج من الحلقة اللي على الابرة تمام، وارتفع سلسلتين 1 2 وادخل في اللي بعديها بقى هلف الخيط مرتين. وكل غرزة من الغرز اللي جاية انا هشتغل فيها 4 عمود بلفتين. اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين تاني، نلف الخيط على الابرة مرتين وادخل في نفس المكان. ادي تاني عمود والف الخيط على الابرة مرتين. تالت عمود وادي رابع عمود. اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. وعشان انهي برضو الفرع ده هعمل ايه؟ هدخل في اول عمود انا اشتغلته واخد طرف الخيط اخرج من الحلقة وارتفع سلسلتين، وهكذا بقى. انا باخد طبعا خيط البداية معايا تحت الشغل علشان اداريه. الف الخيط على الابرة وهدخل في كل غرزة اعمل 4 عمود بلفتين. ولو برضو مش عارفة غرزة العمود بلفتين ممكن تدخلي القناة في سلسلة تعليم الكروشيه المبتدئين، هتشوفي فيها كل الغرز معاكي. هدخل واخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، وهكذا بقى في كل. وعشان انهي الغرزة دي هعمل ايه؟ اهو بشيل ايدي خالص واسيب الحلقة كده معايا، واجي في اول عمود انا اشتغلته من ال4 اعمدة واسحب وأأمن بسلسلتين. هكمل كده لنهاية الدور. في كل غرزة هدخل اشتغل غرزة كلاستر ب4 عمود بلفتين وبعدين سلسلتين واكمل. هكمل الدور كله بنفس الطريقة وارجع لكم. انا خلاص قربت على نهاية الدور، ودي اخر غرزة هشتغلها معاكم. هلف الخيط على الابرة وادخل في اخر غرزة واخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، وبعدين الف الخيط على الابرة وادخل في نفس المكان. الف الخيط على الابرة تالت عمود وادي رابع عمود. خلاص كده دي اخر غرزة كلاستر معايا. هشيل الابرة واجي في اول عمود انا اشتغلته واسحب
وارتفاع سلسلتين، وهنهي في في رابع غرزة انا اشتغلتها اللي هي اعتبرتها اول عمود بلف. هدخل كده في رابع غرزة واسحب الخيط واخرج كمان من الحلقة اللي على الابرة. هقص الخيط بقى، ارتفع سلسلة للتأمين وانهي الشغل. دي شكل الوردة كده معايا بعد ما اشتغلت السطرين. هي كده بنفس الطريقة. عشان اشتغل الدور الجديد انا خلاص قصيت الخيط وهبدأ اجيب اللون الثالث. طبعا زي ما قلت لك اختيار الالوان ده زي ما تحبي. هدخل في اي فراغ واسحب اللون الجديد وارتفع 4 سلاسل. وبعدين هبدأ اكون بقى الاعمدة. ابدأ اكون جوانب المربع دي ان انا اشتغل في كل جانب، اعمل 4 جوانب. فهشتغل اول عمود بلفتين، وبعدين عمود كمان بلفتين، يبقى انا اشتغلت 2 عمود بلفتين بالاضافة ل4 سلاسل الارتفاع اللي انا اشتغلته. وبعدين هلف الخيط على الابرة مرتين وادخل اشتغل اول عمود، وبعدين تاني عمود، تالت عمود، كده الجنب التاني اهو اول واحد. دي هعتبرها اول نص مربع، يعني انا هشتغل هنا كمان التكملة بتاع المربع التاني، تكملة المربع. فهشتغل ادي واحد وبعدين التاني، تالت غرزة هدخل واشتغل برضو 3 عمود بلفتين. ادي 1 2 3. وهبدأ بقى اشتغل الغرزة الجديدة، اكون جانب المربع التاني. دي اول جانب من جوانب المربع وهشتغل الجانب التاني. طب انا هشتغل جانب المربع ازاي؟ هلف الخيط على الابرة مرتين وادخل في الفراغ اللي عليه الدور اللي هو ارتفاع 2 سلسلة اللي انا عملتهم في السطر اللي فات، واسحب 2 2 2 والف الخيط على الابرة وادخل تاني عمود، وبعدين تالت عمود، وبعدين هرتفع سلسلتين عشان اعمل زاوية المربع والف الخيط على الابرة وفي نفس المكان اشتغل برضو 3 عمود بلفتين. 1 2 3. كده الزاوية التانية للمربع. خلاص كده دي تاني زاوية. وبعدين هبدأ اشتغل ازاي السطر كله. هشتغل 3 عمود بلفتين في اول غرزة في اول فراغ اهو بعد الزاوية، وبعدين الفراغ التاني برضو، والفراغ الثالث هشتغل فيه غرزة المربع. هبدأ بقى اشتغل الزاوية. خلاص انا دي الزاوية التانية، وادي غرزتين فراغين اشتغلت فيهم كل فراغ 3 اعمدة، وادي الفراغ الثالث هشتغل 3 عمود بلفة،
وبعدين هرتفع سلسلتين وتاني 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 وادي التالت. وهبدأ بقى كده او همشي بنفس التدريج كده، هشتغل فراغ 3 عمود بلفتين، فراغ تاني 3 عمود بلفتين، والفراغ التالت هشتغل 3 عمود بلفتين سلسلتين 3 عمود بلفتين عشان اكون الصدفة زاوية المربع. فانا هشتغل كده لحد نهاية الدور وارجع لكم تاني، هكمل وارجع لكم. خلاص كده انا قربت على نهاية الدور وباقي معايا نص الصدفة اللي انا اشتغلتها اللي هي ال3 عمود بلفتين. هلف الخيط على الابرة وادخل في نفس الغرزة اللي انا بدأت فيها واشتغل كمان 3 عمود بلفتين. وبعدين ارتفع سلسلتين واجي في رابع السلسلة انا اشتغلتها في اول عمود وادخل واسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي على الابرة، وبعدين هقص الشغل، هقص الخيط واخرج ارتفع سلسلة للتأمين وانهي الشغل. كده جوانب المربع بدأت تبان معايا اهو. في كل جانب انا هبدأ ارتفع بقى واشتغل بنفس الطريقة دي علشان اكمل الدور الجديد. انا برضو هغير اللون، انتي لو مش هتغيري اللون مش هتقصي وهتكملي معايا بنفس الطريقة دي. انا هدخل اللون الجديد وهبدأ ادخل برضو هنا في الفراغ عشان اعمل نص صدفة، فادخل وارتفع 4 اعمدة، وبعدين هعمل 2 عمود بلفتين في نفس المكان، وكده هتكون اول زاوية للمربع. وهاجي في كل فراغ ما بين 3 اعمدة دول وال3 دول هنا في فراغ هدخل اشتغل 3 عمود بلفتين. انا باخد خيط البداية معايا تحت الشغل علشان اداريه. ادي تاني اهو، دي اول عمود، اول قصدي فراغ، تاني فراغ، الف الخيط على الابرة وادخل واسحب، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. خلاص اشتغلت 2 فراغ، التالت برضو هشتغله، وفي كل زاوية هشتغل غرزة، وفي كل زاوية هشتغل الصدفة زي ما احنا ماشيين كده. في كل فراغ هشتغل 3 عمود بلفتين، واجي هنا للصدفة اهو واشتغل 3 عمود بلفتين، 2 سلسلة 3 عمود بلفتين. ايه اللي حصل؟ هاجي هنا بقى وادخل اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، عمود كمان 2، تالت عمود، وبعدين سلسلتين، وبعدين 3 عمود بلفتين في نفس المكان. ادي 1 2 3. وهبدأ اشتغل ازاي بقى؟ هاجي في كل فراغ هنا ما بين كل 3 اعمدة واشتغل 3 اعمدة بلفتين، يعني هنا اشتغل 3 عمود بلفتين، وهنا 3 عمود بلفتين، وبعدين هنا 3 عمود بلفتين، واجي للكورنر والزاوية ده اشتغل فيها صدفة 3 عمود بلفتين، سلسلتين 3 عمود بلفتين. هكمل بنفس الطريقة كده زي ما احنا شغالين، وفي كل فراغ من ده
هشتغل 3 عمود بلفتين. يبقى تاني الفراغات اللي انا هشتغل فيها اهو ما بين كل 3 اعمدة، وهنا السلسلتين هشتغل فيها صدفة 3 عمود بلفة، سلسلتين 3 عمود بلفتين، وبعدين في كل فراغ هدخل برضو اشتغل 3 عمود بلفتين، وفي الصدفة 3 عمود بلفتين، سلسلتين 3 عمود بلفتين. هكمل بنفس الطريقة وارجع لكم. خلاص كده انا قربت على نهاية الدور، وجيت هنا اشتغلت في الفراغ الاولاني اللي كنت اشتغلت فيه 3 عمود بلفتين، اشتغلت كمان 3 عمود بلفتين، وبعدين هرتفع سلسلتين عشان اكمل الصدفة. وفي تالت غرزة في تالت سلسلة انا اشتغلتها هدخل واسحب واخرج كمان من الحلقة اللي على الابر، وبعدين هقص الخيط. طبعا انت تقدري ترتفعي يعني عدد من السطور لا نهائي. اهو الشكل النهائي بتاعه اهو. طبعا انت لو عايزه ترتفعي سطر كمان او سطرين كمان زي ما تحبي، في كل فراغ هتشتغلي عمود 3 عمود بلفتين، سلسلتين 3 عمود بلفتين، وفي كل فراغ ما بين ال3 اعمده هتشتغلي 3 عمود بلفتين، وهكذا لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه. ده الشكل النهائي اهو. بعد ما اشتغلت بقى عدد الوحدات اللي انا محتاجاها، طبعا بعد ما ظبطنا مقاس البلوفر هنبدأ نشوف الوحدات هتتشبك مع بعض ازاي. طبعا وانا شغالة بداري كل الخيوط معايا علشان يبقى الظهر كده معايا نظيف وما يتعبنيش وانا شغالة تاني ان انا انضفه. فانا اول باول باخد الخيط معايا تحت الشغل وانضفه. دلوقتي بقى هنبدأ نشوف هنشبك ازاي. طبعا انا خدت المقاس وقلت لكم الوحدة معايا طلعت 15 سنتي، ومثلا هحتاج الظهر 3 أو 4 وحدات. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هبدأ اشبك الوحدتين مع بعض. فانتي طبعا عندك اكتر من طريقة. انا اشتغلت على الفيديو، اشتغلت في فيديوهات قبل كده ازاي نشبك وحدات الجراني ومربعات الجراني مع بعض. لو انت طبعا عايزاها بارزة من هنا، عايزاها مختفية زي ما انت عايزة. بس انا هشتغل النهاردة بإبرة التنظيف عادي خالص، كأني بخيط اي بلوفر عادي، فمش محتاجة ان انا اشتغل بالابرة العادية. طبعا انت عندك حرية الاختيار، لو عايز تشتغلي بالابرة العادية مفيش مشكلة. ممكن ترجعي للفيديوهات بتاعة التشبيك مربعات الجراني، هحط لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس، تظبطي معاها ازاي هتشتغلي بالابرة العادية بتاعتك. فانا دلوقتي هشتغل بابرة التنظيف. فلضمت الخيط اهو، لضمت الخيط. طبعا ده اللون الاخير معايا علشان المربع يطلع شكله كويس. فهاجي هنا في الظهر هحط الوش كده الاتنين قصاد بعض، نتأكد بس ان الوش قصاد بعض، وابدأ هنا من الظهر. هبدأ اشبك فين بقى؟ طبعا اول حاجة انا خدت الخيط وربطت الطرف الاخير، هبدأ ادخل كده ما بين الوحدات، ما بين الغرز، علشان ابدأ اداري الخيط بتاعي. وهعمل ايه؟ هاخده معايا اشتغل عليه، هاخد الطرف بتاعه اشتغل عليه علشان الشغل معايا يبقى ثابت. وهاجي فين بقى؟ هاجي هنا من اول سلسلتين اللي هما سلسلتين بتوع الفراغ اهم، وهاجي هنا في الحلقة دي وهسيب دي، وهاجي في الحلقة اللي قصادها وهبدأ اسحب الخيط واخيط كأني بخيط خياطة عادية خالص. تمام. وهاخد معايا طرف الخيط ده اشتغل عليه علشان اداريه تحت الشغل. تاني هشتغل ازاي اهو. هنا الحلقة دي والحلقة اللي قصادها، طبعا انا مظبطة ان دول السلسلتين بتوع الفراغ، فانا هشتغل عليهم وهبدأ اخد كده واشتغل خياطة عادية خالص. تاني اهو كده، وهنا كده، وهبدأ ألف الخيط عليه. أنا باخد الطرف بتاع الخيط ده معايا ليه؟ علشان أداريه تحت الشغل ما يقعش، يعني ما يفتحش معايا الشغل أو يوسع. أنا باخده معايا تحت الشغل علشان أظبطه معايا. هبدأ أخيط كده اهو كده. خلاص هو بدأ يتدارى زي ما قلت لك. باخد الحلقة دي هنا، انا عندي حلقتين اهو، عندي حلقتين، حلقة هنا وحلقة هنا. فانا باخد
الخارجية اللي عندي دي، وباخد التانية دي اهي برضو هنا حلقتين، باخد اللي جوه دي واقفل واسحب الخيط، وهكذا بقى هكمل كده كل حلقة والحلقة اللي قصادها واشبك فيها. وهاجي هنا هقفل فين برضو دي الغرزتين بتوع الفراغ اللي انا بشتغلهم السلسلتين، فهدخل فيهم كده، دول اخر حاجة بالنسبة لي. تمام كده اهو انا شبكته كده اهو. دي طريقة التشبيك اللي انا هشتغل بيها، ده الشكل الخارجي بتاعها. بص املس ازاي وعامل زي بروز هنا في الناحيتين، فانا حابه الشكل ده. طبعا انتي ليكي حريه الاختيار وحريه ازاي هتشبكي المربعات مع بعض. هتشوفي اكتر من، لو انتي مش عايزه تشبكيهم بنفس الطريقه هتشوفي اكتر من طريقه وتشبكي بالطريقه اللي تريحك. فانا حابه ان هو يبقى الشكل معايا كده املس ما فيهوش اي بروز. فانا هكمل كده. طب انا هشتغل خلاص، انا محتاجه مثلا الظهر بعد ما اخدت المقاس وليكن الطول بتاعي 5 وحدات، فانا هعمل ايه؟ انا خلاص خدت هذه الوحدتين دول مع بعض، هشتغل بقيه الوحدات ازاي؟ هجيب كده ادي 2 برضو، هخلي الوش في الوش كده اهو، وهبدأ اخد دي، مش هقص الخيط بقى ولا حاجة، ما انا هكمل بنفس الطريقة، وهبدأ اخد دي كده وبرضو هشتغل عليها بنفس الطريقة. وبعدين اللي بعديها كمان انا طبعا محتاجة مثلا زي ما قلت 4 وحدات او 3 وحدات زي ما انتي عايزة. طبعا احنا بنرجع نقص الخيط الزيادة. هتاخدي كده اهو، هتشبكي كده بالطول معايا. طبعا هنظبط وحدات المربع ان هي تبقى متساوية، وهظبط كده، هدخل كده، هشتغل كده. يعني انا الابرة بتاعتي مش بقصها، الخيط بتاعي مش هقصه، وهبدأ اشتغل كده. فهيبدأ معايا الشغل بالمنظر ده. هيجي هنا عندي ايه؟ فراغات. بعد ما شبكت هنا ده كله هيطلع لي هنا فراغات لسه ما اتشبكتش. بعد ما خلصنا بالطول هنبدأ نشبك كل مربعين مع بعض. طبعا انا لو عندي 3 وحدات هشتغلهم بنفس الطريقة، 4 هشتغلهم بنفس الطريقة، مفيش مشكلة. الطريقة الاسهل للتشبيك ليكي طبعا هتشتغلي بيه. فانا زي ما قلت لك هشبك كده كده بالطول ده كده، طبعا عدد الوحدات اللي انا عايزاها، وارجع بعد ما اشبك بالطول هاخد يعني بعد ما شبكنا هنا بالطول هبدأ اخد العرض بتاعي. هكمل بنفس الطريقة كده وارجع لكم نشوف هنشتغل ازاي. انا شبكت الظهر كله زي ما قلت لكم بنفس الطريقة اللي انا شغالة بيها اهو، بنفس الطول ده شبكت الوحدات. هنبدأ بقى نشتغل فين الوش بتاعي. دلوقتي انا مثلا معايا 3 وحدات خلاص اهو، ده الظهر بتاعي. فانا محتاجة في الوش وحدتين، انا محتاجة اسيب واحدة فاضية علشان انا هعمل الجاكيت مفتوح. طبعا انتي لو هتعمليه مقفول هتعمليه بطريقة تانية مختلفة عن اللي احنا شغالين بيها النهاردة. فانا هشتغل الجاكيت بتاعي مفتوح، فانا محتاجة اسيب علشان اعمل بليسيه في الصدر، فلسه هيزيد معايا، فانا محتاجة اسيب واحدة معايا. فهعمل ايه؟ هشتغل ال3 وحدات وبعدين هاجي هنا اشتغل واحدة واشتغل واحدة. طب هشبكها ازاي؟ هشتغل هنا وحدتين هنا وهنا. فانا هشبكها ازاي؟ هاجي هنا من الظهر بتاعي زي ما احنا اشتغلنا الجزء التاني بالظبط. هبدأ كده اجيب الظهر بتاعي واجيب الوحدات. انا ظبطتها مثلا بالطول او زي ما انا لسه ما ظبطتهاش، فانا هشتغل الوحدات بتاعتي كده اهو. برضو الظهر الوش قصاد الوش كده، وهاجي اثبتها بقى بالطول. طبعا انا خدت هنا 5 وحدات، فهيبقى الطول معايا في الوش برضو 5 وحدات. بعد ما شبكتهم كلهم بالطول هنبدأ ناخد ايه؟ نشبكهم كده بالعرض. هناخد برضو ابرة التنظيف ونشتغل بيها بالعرض. هبدأ بقى اشبك بنفس الطريقة كده زي ما قلت لك. هندخل هنا نداري
الخيط اللي هنشتغل بيه. وفي الحلقة دي الحلقة الخلفية هنا والحلقة الخلفية اللي قصادها، وهسحب وهدخل بقى 1 2 وهدخل هنا، كل حلقة قصادها حلقة لحد ما نظبط الشكل معايا. هكمل بنفس الطريقة كده وارجع اوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. بصوا الشكل بقى معايا كده. هركب بقى الجزء التاني بنفس الطريقة، هركب هنا برضو والوحدات بنفس الطريقة، ونرجع نشوف هنقفل الجاكيت مع بعض ازاي. تمام كده الشكل النهائي اهو. كده الشكل بعد ما ركبت خلاص الوش من الناحية دي. هركب بقى الناحية التانية هركب الناحية التانية بنفس الطريقة، واقص بقى الخيوط واظبط الشغل بتاعي، وارجع نشوف هنكمل بقية الجاكيت ازاي. هكمل وارجع لكم.